شافتني مثلا بلاعب الكلب مثلا، هي لعب الكلب بتاعي عادي يا اختي يا اختي والكلام ده كله، لو كلب مثلا قدامي وعمل حاجه اقول لي مالك يا اخويا انت زعلانه يا اخويا يا اختي يا اختي يا اختي تعالي يا اختي. لما تيجي تكلمني مثلا في نفس الوقت انا ممكن ما اكونش طلعت من الشخصيه فبتعملها ممكن اروح جاي لا انت زعلانه. بس انا اسف نقول كده، بس هو بيدلعك زي ما بيدلع الكلب. اول يوم قابلتوا بعض كان يوم ايه؟ هقول لك استنى هفهمك. طب استنى 16/7. ايوه صح. انت بتربي كلاب؟ واحد بس اسمه روكي. اول يوم جبته فيه كان يوم ايه؟ اول يوم فيه كان 7/5. بغض النظر عن الكلاب، انا بعمل الكلاب حلو ولا وحش؟ حلو. فاذا انا لو عملت الحلو ده مع الباقي اقنعتك. انت بتعاملهم زي الكلاب؟ لا بس بعاملهم حلو. بص الكاميرا بص هناك انت زعلانه يا اخويا يا اختي يا اختي يا اختي تعالي يا اختي انت زعلانه يا اخويا يا اختي يا اختي يا اختي تعالي على كرامتي. مره بتغيري من كلبه مثلا؟ اكيد بتغير والله بتغير. انا ما بهزرش بتكلم جد والله. انا لما بمسك فيكي عندها الكلبه واقعد العب معاها مثلا او اطبطب عليها او ابوسها عرفت اللي فيه انت زعلانه يا اخويا يا اختي يا اختي يا اختي تعالي يا اختي. عيني بان عليها. تخونها معاها ولا حاجه؟ لا والله لا دي مش دماغي. مش دماغك ايه؟ انتوا عايزين لا استحاله افكر في ان انا ارتبط بكلب، استحاله والله. الفكره ممنوعه خالص. وكل فانزاتي او كل الناس اللي بتتابعني عارفه ان انا خلاص ارتبطت، وموضوع الكلاب ده في حياتي انسوه. يعني كل العلاقه اللي ما بيني وما بينكم شغل. قلبي وانا عارفه قلبي روحي فيه، هو ده اللي قاله ده اللي على باله. طب هتسمحي له يربي كلاب في البيت؟ لا عادي تمام. بس احنا متفقين ان انا هجيب نتايه. لا دكر. انا قلت نتايه، انا بتكلم جد والله عشان انا مش هجيب دكر. انا قلت لك والله دكر، وانا اتفقنا ان احنا هنجيب دكر. ليه؟ لا هي نتايه بس. لا هو دكر مفيش بس. الكلام ده. والله دكر انا بس. قلت الكلام ده. والله دكر. شوف انا قلت نتايه، والله دكر. انا بتكلم جد والله عشان انا مش هجيب دكر. انا قلت لك والله دكر، وانا اتفقنا ان احنا هنجيب دكر. والله ده ايرور ما بعده ايرور. هي بتستحملني كتير الصراحه هديه. في ساعات بكون عصبي، في اوقات بكون عصبي غصب عني، ضغط الشغل وكده. قول لها حاجه يلا بسرعه. لا شايف حاجه قول لها. انا عارف ان انت بتستحمليني، ما فيش بنات غير مي انت عارف. الله لا 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 لا. انا محضر لك مفاجاه. كلب بلدي حب كلبة لولو، هي ساكنة في فيلا وهو طلعان عين أبوه، كان بيشوفها كل يوم في جنينة بيتها كالعادة، وتقها الأحمر الجميل بيشوفه ينط من السعادة. هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك، تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. لا بيغير قوي يعني بصراحه طريقه جدا. يعني عندك اعتراض؟ مش اعتراض، هو حاجه حلوه بس لما بتزيد عن حد بتخنق. لما بتزيد عن حدها بيحصل. بجد ما بتعنيش منه بسبب الحوار؟ لا خالص والله بالعكس. لا تمام. لا اكيد هو طبعا، لا ما خلاص من بعد ما عرفته شكرا، هو عارف اكيد. ما انت لسه قلتي بيخنقني. لا بس عادي يعني، لا تمام، بحترم ان هو بيغير وبحترم ان هو مش حابب انه يكون. انت يا عبد الحليم يا حافظ، طيب مكانك يا اخويا، تري من مكانك. هي المصيبه اللي انا جيت فيها ده هي. مين فيكم بينكد اكتر؟ هي انا يا ابني لو موقف يستاهل عادي تمام، ممكن ما نكدش. بص يعني بيبقى في حاجات نكد من تحت لتحت، اللي هو مثلا مالك ماليش
في ايه؟ مفيش. فانا ابتديت اتبع اسلوب حلو، بوجه رساله لاي شاب بيبتدي ان هو يكلم خطيبته وتسالها مالك مره قالت لك مفيش، قول لها ماشي يا حبيبتي تصبحي على خير. لا هي مالك مفيش، اقفلي على طول. حبيبي بعد غيابه عارف قلبي عذاب. بس يعني في خلي داخل الشغل بعتبرها عادي، بقول لها انت اسيستنت عندي تمام، وبخصم لها عادي. انا جوه الشغل ما اعرفش حد، جاي مثلا قايل لها ايه اللي انت عملتي في الشغل ده، مخصوم منك النهارده. مخصوم منك 15 يوم. حاضر يا فندم اللي تشوفه. اطلع بره اكلمها اقول لها مالك صوتك متغير ليه؟ تقول لها معلش اصل الشغل كان تقيل النهارده. اقول لها مين اللي عمل كده؟ مالك يا حبيبتي ما تحكي لي. تخيل مديري النهارده اداني انذار بالفصل وخصم 15 يوم منه لله. اللي صاحب الشغل مضايقني جدا النهارده، ضغط عليا وبتاع. اقول لها ده حيوان قوي، ده ايه ده؟ ده ايه الاوفر ده؟ هو الشهر فيه كام 15 يوم اما يفصل 15 يوم؟ حد يكلمك، ما تسمحليش حد يكلمك كده حتى مهما كان. ما خلوش حد يكلمك كده يضايقك. خش بقى الشغل. اخش الشغل ارجع اكلمها انت كنت فين؟ تكلم مين؟ خطيب. يعني ايه تكلم خطيب؟ انا مش فاهم. انا جوه الشغل انا هنهزر جوه الشغل. وهي لو قالت لك قول لها لا انت خلاص قلتي مفيش، هتلاقيها راحت جايه بعد هتروح جايه تتخانق شويه، بعد كده هتحكي لك على طول. في الوقت اللي هي تتخانق فيه ده انت مش هتفرهد في 93,500 مالك. دي انا اقعد اتحايل عليك كذا مره اقول لك مالك وتقول لي ما انت باين عليك ان انت متنيل، ما تقول لي. لو قبل ما تعرفيه وجي حد قال لك انت هترتبطي مثلا بعد شهر بواحد هيعاملك زي ما بيعامل الكلاب، هتقولي ايه؟ وقتها لا هرفض اكيد، بس كلمه يعني كلمه بنوته برضه. والله العظيم اصل هي ماسكه كل الصفحات بتاعت الميديا بتاعتي. حوار مشكله. طب افرض بقى انت اتصلت بيها وهي ما ردتش عليك وهي في الشغل. لا ما هو ده ما ينفعش، عشان انا جايب خط للشغل وخط للحياه الشخصيه. والله العظيم. وعلى عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد، على عيني اقول للناس حكاية وانتهت وخلاص، وانا في سري بحبك تاني كل لما اقول احب جديد.